الأمير النائم وصحوة ما جاتش. الديوان الملكي أعلن رسمياً وفاته بعد ما عاش في غيبوبة 19 سنة. لكن إيه اللي خلى قصته تفضل حاضرة كأنها قصة كل الناس؟ في البداية، مين هو الأمير النائم؟ سنة 2005 الوليد بن خالد ابن طلال، شاب سعودي ابن واحد من أفراد العائلة المالكة، بيتعرض لحادث سير عنيف. الحادث ده تسبب في غيبوبة طويلة، وبعد سنين من الانتظار الخبر نزل على الناس كأنه لحظة كانت مؤجلة. كانت عيلته فيها متعلقة بأمل كل يوم. طب يا ترى في حالات زي دي؟ طبعا في شاب أمريكي دخل غيبوبة سنة 1984 وصحي بعدها ب19 سنة. وفي طفلة من المكسيك كانت بين الحياة والموت بعد حادث وفضلت في غيبوبة شهور. الطب بيقول إن الغيبوبة درجات، وإن الحالة النباتية المستمرة ممكن تستمر سنين بس نادرة. طب ليه الناس بتتعلق بالحكايات دي؟ لأن فيها كل حاجة: الخوف من المجهول، الأمل في المعجزة، الحيرة بين العلم والدين. الأمير النائم صحي بس في مكان تاني، مكان يمكن أهدى ويمكن أصدق. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، ودي كانت حلقة جديدة من الترند بيقول إيه. ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقة. سلام.